كنت محتاجاها جدا في المطبخ عندي علشان اشتغل بيها هي السان درايد توميتو، ومعظمنا عارف ان سعرها غالي وكمان مش بتبقى بالجودة اللي احنا عايزينها. علشان كده قررت ان انا احضرها في البيت. طريقة تحضيرها سهلة جدا. وقت ما تكون الطماطم رخيصة هننزل نشتري طماطم بس يكون حجمها صغير وتكون جامدة، ما تكونش مستوية علشان ما تتهريش مننا. هنغسلها كويس ونقطعها بالطول، وبعدين هناخد القلب بتاعها بمعلقة السكر، هنرصها في صينية نكون مش بنستخدمها علشان هنحطها في الشمس. عندي هنا فلفل اسود وهحط معاه ملح، هضيف له ملح ومش هنعمهم، انا بس عايزاه يبقى فلفل اسود مجروش علشان ده اللي هنكه بيه الطماطم بتاعتي. رش في كل حبات الطماطم وكل وحدات الطماطم هرش فيها الملح والفلفل الاسود. خلصت كل الكمية اللي عندي، بعدين هاخدها وهغطيها بحاجة زي الشاش واحطها في الشمس طول اليوم. ممكن تاخد لها 4 ايام او 5 ايام وتبقى جاهزة معايا. ده شكلها بعد التجفيف. الخطوة اللي جاية ازاي نحفظ الطماطم المجففة. اول حاجة هنجيب بولة ونحط فيها الطماطم المجففة، وبعدين ننزل عليها بمية سخنة ومعلقة خل، ونغطس وحدات الطماطم المجففة دي في المية السخنة والخل علشان تطلع كل الحاجات اللي فيها، وكمان علشان تطرى، يعني لو في بكتيريا او حاجة فهي تموت في الخل والمية السخنة. هنسيبها لمدة دقيقتين في المية السخنة دي وبعدين نشطفها. بس بعد ما تصفت حطيتها على الفوطة دي في الهوا شوية. ده شكلها كده لامع ونضيف كده وبقى لونها حلو كده. انا بنشفها وبجففها من المية اللي كانت فيها. هي كده خلاص. للخطوة التانية، شكلها حلو قوي على فكرة، انا كنت مبسوطة بيها جدا انبهرت بيها بصراحة، وكمان ريحتها حلوة قوي. اوكي، نستعد بقى للخطوة التانية. عندنا برطمان هنعقمه كويس قوي، وبعدين هنحط فيه وحدات الطماطم. بس ممكن انتوا تعملوا ايه بقى، تجيبوا البرطمان ده تحطوا فيه زيت زيتون، مش تملوه على الاخر يعني، على الاقل كده نصه زيت زيتون او ربعه، وتضيفوا له المنكهات اللي انتوا بتحبوها سواء روزميري، زعتر، المنكهات اللي انتوا بتحبوها. انا ضفت قرنفل وزعتر بيروت وكمان حبوب الفلفل الاسود صحيحه، وضفت لها كمان زيت زيتون. انا غطستها في زيت الزيتون. هنا دي غلطة بتاعتي ان انا حطيت المنكهات في الاخر، فاضطريت ان انا اقلبها تاني يعني. بس انتوا اعملوا الخطوة اللي انا قلت لكم عليها، ضيفوا زيت الزيتون الاول في البرطمان ومع المنكهات، وبعد كده حطوا حلقات الطماطم المجففة. وبقى قولي شوفوا لي بقى البرطمان ده بره تمنه كام دلوقتي، وزيت زيتون بقى مونوليفا بقى، وبس كده.